السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بإذن الله هنعمل مع بعض النهاردة محشي. لو شفتوا الفيديو اللي قبل ده على طول هتلاقوني عاملة فيه ازاي. يعني بقور البتنجان والكوسة والفلفل. احنا كلنا بنعرف نعمله، نعمل نقور البتنجان والكوسة والفلفل وكل حاجة، بس كلام البنات الصغيرين اللي لسه بيتعلموا. طبعا انا معايا جاهز، معايا الفلفل الرومي والفلفل الالوان اهو، والبتنجان بتاعنا طبعا والكوسة. آه ما بقيش، ومعايا كمان بقيه البتنجان بتاعنا اهو. ما بقيش بس غير ان احنا نعمل الخلطه بتاعتنا الرهيبه. ويلا بينا بسرعه بسرعه نبدا كده ونشوف المحشي بتاعنا هنعمله ازاي. انا كنت ناويه اعمل معاه كده، كنت جايبه كرنبايه كده صغيره، بس قلت ما شاء الله الكميه حلوه، فهي كفايه يعني التبذير حرام. يلا بينا. انا معايا كده دلوقتي بقى محتويات المحشي اهي، عباره عن، طبعا انا زي ما قلت لكم بحب اكتر الخضره كده في المحشي، الشبت والبقدونس والكزبره. بحب احط من كل حاجه كده ربطتين حزمتين يعني. ومعايا طبعا البصل اللي احنا متفقين كلنا عارفين، وقلنا في كذا فيديو قبل كده ان البصل الكتير في المحشي بيخليه طعمه مسكر وحلو معانا. ومعايا في الطبق الصغير ده كده فاصلة حبة عنهم، عشان دول طبعا اللي انا هحمرهم. هحمرهم، مش هحطهم كده ني في ني، لا هحمرهم عشان انزل انزل عليهم كده بالطماطم بتاعتنا طبعا كده اهو ايه، وهنسبك. انا بحب اعمل المحشي كده يكون ايه مسبك، ومعانا طبعا الرز بتاعنا متنقي ومغسول ومتصفي كده زي ما انتوا شايفين كده. نحطها في الايه في المصفى ضروري طبعا، عشان ايه ما يبقاش عامل معاكي في صلصة المحشي كده ايه مية. لازم يكون متصفي كده كويس قوي. التوابل بتاعتنا ملح وفلفل اسمر وحبة كمون وحبة شطة بودر، وطبعا لازم تحطي فيها السبع بهارات. التوابل بتاعة المحشي بتختلف خالص في الطعم لما بتحط لها السبع بهارات. يلا بقى كده نشوف احنا هنسبك معانا نحط الاول البصلايه ده كده على النار عشان ننزل عليها بالطماطم ونسبك بقى ونبتدي نحشي مع بعض. كده انا نزلت بالزيت معاكم، وعايزه اقول لكم ان انا كنت مكتره الزيت. ابقي كتري الزيت كده، وهنزل بالكام مكعب دول 3 كده من الزبده. الزبده بتطعم بس معانا كده المحشي. البوتاجاز كان واطي، انا عليت العين دلوقتي اهو. زي ما قلت لكم انا حاطه زيت كتير. تكتري الزيت ليه بقى؟ بيطلع الرزايه في المحشي مفلفله معاكي كده وحلوه، وفي نفس الوقت كمان بيخلي المحشي اللي معاكي كده بيلمع وشكله حلو، يعني شكل وطعم في نفس الوقت، وبرده بيدي فلفله للرزايه. انا كده هسخن الزيت مع الزبده. وبالنسبه للزبده يعني مش شرط تحطي زبده ولا حاجه، بس انا حابه ان انا احط كده ايه كام مكعب عشان يخلي المحشي معانا كده متطعم وطعمه حلو. هنزل بقى كده بالبصل. بسم الله. زي ما قلت لكم انا بحمر البصله، مش بخليها ني في ني ولا حاجه، لان انا كده كده معايا بصل هخليه ايه هدعكه كده مع الخضره بتاعتي ومع التوابل، يعني هتبقى برده ايه معايا بصله نيه يعني معايا البصل الني. فانا عايزه دي كده تتحمر معايا كويس قوي قبل ما ايه نحط عليها عصير الطماطم. اهو كده انا بخلي البصله كده محمره كده معانا زي ما انتم شايفينها، مش محروقه ولا حاجه، هي متحمره قوي، بس كده انا بحب احمرها قوي كده بالمنظر ده. بسم الله. انا ضفت دلوقتي على الصلصه بتاعتنا كده قبل ما تتسبك حبه ملح صغيرين وحبه فلفل وحبه شطه بودر، حاجه بسيطه خالص كده. وهضيف معاهم مرضتش اعمل قرن الشطه ده كله لانه حامي جدا، فانا هحط منه بس الايه الحبه الصغيرين دول عشان يدوا طعم كده للمحشي بتاعنا. هننزل بقى كده بالبصل بتاعنا، ننزل بالخضره الاول كده. بسم الله. طبعا التسبيكه على النار دلوقتي، وانا كده معاكم بقى ايه بنزل الخضره والبصل كده معانا، وننزل بالتوابل بتاعتنا زي ما قلت لكم ملح وفلفل وشطه بودر وكمون، وطبعا السبع بهارات زي ما احنا اتفقنا. نحط كده ايه
الزيت معانا كده اهو، بسم الله. كتري الزيت شويه عشان يخلي المحشي اللي معاكي شكله حلو بيلمع، في نفس الوقت الزيت بيخلي الرزايه مفلفله معاكي. انا بقى هعمل كده اهو، اقلبه كله كده في بعضه. بحب ان انا ايه ادعك البصله، مش البصله يعني البصل بتاعنا، يعني ادعكه كويس قوي مع الخضره كده مع التوابل مع الزيت، عشان البصله تنزل ميتها كده معاكي وتدي ايه طعم حلو قوي للمحشي وريحه كمان. خلاص كده انا دعكت الخضره بتاعتي، الخلطه بتاعت المحشي. وزي ما قلت لك دايما تصفي الرز، عشان بصي الرز هينزل معانا كانه ما اتغسلش، لا انا غسلاه كويس قوي مصفياه. بس كده بالطريقه دي ما يبقاش فيه ميه اهو، زي ما انتم شايفين كده معانا. خلط كله كده مع بعضه. ارفع ايديك شويه يا عمر. هحط كده حبه بابريكا كده معاكم اهي، دي بابريكا مش شطه بودر. البابريكا بتخلي كده شكل الصلصه بتاعت المحشي حلوه كده، وتكون ايه لونها غامق كده، لونها نبيتي وحلو معانا. لا، عايزه اقول لكم هنا الاول ان انا معايا الفراخ بتاعتي طبعا منضفاها ومجهزاها اهي، منضفاها مخلصاها، وعامله لها هنا كده بصلايه بطماطم بحبايه طماطم برضو، وعليها فلفل وملح، مش حاطه اكتر من كده. وهحشيها بقى كده من جوه هنا. انا بحب اتبلها كده حتى لو انا هسلقها، يعني مش شرط ان انا اعملها تكون احشيها كده عشان ان انا مثلا احطها في صينيه في الفرن ولا حاجه. بحشيها كده كويس قوي وادخل الحشو لجوه، وبرده كده بحيقها من بره كده اهو عشان تبقى متبله معايا. طبعا بتعمل لها طعم حلو قوي الطماطميه دي مع البصلايه. البصلايه لازم تدعكيها كويس قوي، انا بدعكها يعني تدعكيها كده بايدك، تفرميها بايدك كده اهو، تخلي ميه البصل كده تطلع منها، بتعمل يعني ايه طعم حلو وريحه حلوه كده للفراخ معاكي. ورق اللورة بقى احنا هنحط ورق اللورة وكل حاجه، بس ما حبيتش احطه معاكم في الايه في الحشوه دي يعني. انا كده تبلت الفراخ بتاعتي بالطماطمايه والبصلايه اللي انتوا شفتوها، بس طبعا بصلايه تكون كبيره يعني كده، وحشيتها كده ما بين الجلد واللحم كده بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين اهو. وهشوحها بقى دلوقتي كده في الحله. انا كده الحله سخنه معايا اهي زي ما انتوا شايفين. طبعا انا حابه ان انا اشوحها كده في كام مكعب زبده اهو. الزبده بتخلي طعم حلو قوي للفراخ لما تشوحيها كده فيها، بس ما تكتريش، يعني انا حاطه حاجه كده قليله يعني مش كتير. انزل بقى بالفراخ بتاعتي كده المتبله. طبعا بتبقي مش مكتره الحشوه فيها ولا حاجه عشان برضو ما تطلعش معاكي، هي كده كده هتتسلق وكل حاجه، بس انا حابه ان انا اطعمها ما تتحطش كده، تبقى مسلوقه كده يعني خلاص. انا هخليها كده تتشوح شويه كده معايا على النار على الجنب ده، وبعد كده هقلبها تاني، وبعد كده هضيف لها الميه السخنه. كده انا معايا ورق اللورة اهو، احط ورق اللورة كده. وبعدين ما عنديش حبهان، مش تفكرونا اجيب حبهان، اكتبوا لي في الكومنتات يبقى هاتي حبهان يا ام عمر. بس انا بقى بحب ايه احط كده معاكم
كام واحده قرنفل كده اهو. دي طبعا بتخلي يعني بصراحه ما بتخليش اي ريحه زفاره خالص في الفراخ، واحنا متفقين في الفراخ وفي السمك وفي اي حاجه احنا بنبقى منضفين حاجتنا كويس قوي. بس في حاجات كده زي القرنفل والحاجات زي ده كده ما بتخليش اي ريحه زفاره، وبتخلي في نفس الوقت طعم الفراخ معاكي حلو قوي. خلاص احنا كده متبلين الفراخ بتاعتنا وحطينا فيها كام واحده قرنفل وورق اللورا طبعا، بس ناقصنا بس الحبهان. هبقى اجيب لكم ان شاء الله حبهان، مش هحرمكم من حاجه. انا كده شوحتها على الجنبين زي ما انتم شايفين كده معايا، وهنزل كده بالميه السخنه. بسم الله. بصوا يا حبايبي كده، انا زي ما انتم شايفين كده جبت الصينيه دي، وطبعا وحطيت كده حشيت فيها البتنجان والفلفل كده، رصيته على الجنب التاني. وهسقي كده معاكم الشوربه اهي. الشوربه كوسه ايه؟ الكوسه والبتنجان يعني. الشوربه اهي هسقي بالشوربه كده، بس تخلي الشوربه ما تطلعش لفوق، يعني يا دوبك كده تبقى باينه كده من الرصه الاولانيه اللي تحت بس. حط حبه كمان عشان المحشي معاكي ما يطلعش معجن اهو. يعني زي ما انتم شايفين كده انا يا دوبك شفت خلاص اهو، شفت الشوربه من الرصه الاولانيه كده ما طلعش عن الرصه الاولانيه. هسيب كده المحشي بتاعي على البوتاجاز يغلي كده اول غلوه، وبعد كده انا هكمل سواه في الفرن. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا حبايبي. زي ما انتم شايفين كده المحشي بتاعنا طالع تحفه وريحته جميله ومفلفل خالص، ومعانا الفراخ بتاعتنا اهي. طبعا انا بعد ما سلقتها حطيتها كده تحت الشوايه على الجنبين لغايه لما ادتني الشكل ده، وببقى حاطه عليها من فوق كده حاطه عليها يعني صلصه او صلصه الطماطم العاديه. اتمنى الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، واللي اول مره يشاهد قناتي يا ريت يشترك فيها وتفعلوا زر الجرس ان شاء الله عشان يوصل لكم باذن الله كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.